شايفين الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ احلى صينية تعمليها. انا ولاد طلبوها مني، قلت اعملها لهم النهاردة بطريقة كده حلوة وجميلة وزي العسل. الف هنا وشفا يا رب، وان شاء الله الوصفة تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم. قبل ما ندخل نشوف الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو ده لاكبر عدد من اصحابكم عشان الفيديو ينتشر، وتعملوا كومنت حلو. بحب كومنتاتكم جدا جدا، وان شاء الله الوصفة تبقى عند حسن ظنكم. لو الوصفة عجبتكم لو سمحتوا اعملوا لي لايك، ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتبقى حلوة قوي. والله هي حلوة جدا، خفيفة وسهلة وسريعة، وكل الناس بتهيألي كده ناس كتير قوي بتعملها وبتحبها. يعني انا ولادي بيحبوها جدا. يلا بينا نخش نشوف الوصفة الجامدة دي هنعملها ازاي النهاردة، وازاي تبقى سريعة وبسيطة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير، وحشني جدا جدا. عاملين ايه؟ النهارده نعمل وصفة فراخ حلوة قوي، سهلة كده وبسيطة وسريعة، ولادي بيحبوها قوي. النهارده قالوا لي ماما عايزين ناكل فراخ بالطريقه دي، فانا قررت اعملها. يعني ان شاء الله تعجبكم وتعجبهم هما كمان. عندي الفراخ بتاعتي، اول حاجه زي ما انتم عارفين بنجيبها وننضفها كويس قوي ونغسلها، ونعمل لها المحلول الملح اللي احنا المحلول النقع اللي احنا بننقع الفراخ فيه بالملح والخل والليمون، بحط شويه دقيق عليه وشويه سكر، ما بتخليش اي زفاره في الفراخ بتاعتي خالص. بسيبها منقوعه لمده نص ساعه كده، وبعدين بطلعها، وزي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتنا زي الفل. تمام. عندي شويه فلفل الوان، ده كان في الفريزر متجمد اهوت. وعندي واحد رومي كده، وواحد حامي، اللي حابب ويستغنى عنه يستغنى عادي يعني. وطماطمتين اتنين متقطعين مكعبات صغيره، 4 بصلات كبار متقطعين كده جوليان. وعندي ملح، فلفل، بهارات فراخ، بابريكا، مكعب مرق، 4 فصوص توم مفرومين، 3 حبات حبهان، 3 لورا. بصوا اللي حابه تزود اي بهارات على اللي انا بعمله ده او ازيد يعني، ويحط حاجات تانية 7 بهارات مثلا، تحطي جوز الطيب، تحطي كوبابا صيني، عادي براحتك خالص. انا بحب اقلل، بتبقى الحاجه طعمها احلى بجد يعني. وهاخد معلقه من صويا صوص، وهاخد معلقتين زيت نعمل بها الوصفه بتاعتنا. تمام كده. يلا بينا نروح على البوتاجاز بقى ونشوف هنعمل الوصفه بتاعتنا ازاي. ان شاء الله تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم يا رب. يلا بينا. ادي الصينيه بتاعتي، وزي ما قلت لكم يعني تقريبا قيمه معلقتين 2 زيت. ازيكم عاملين ايه؟ حشتوني، يا رب اكون وحشتكم انا كمان. وحشتيهم اكيد. وحشتكم جنى اكيد يعني. قولوا لي في التعليقات، انا ما بشوفش تعليقات خالص بتكتبوا اسمي فيها. انا ببقى فرحانه خالص لما بقرا التعليقات والاقي اسمي فيها. وزعلوا جنى لو سمحتوا لازم تكتبوا اسمها في التعليقات لو سمحتوا. الزيت بتاعي النار ولعت خلاص، وسخ خانق جامد قوي. اعملوا لي تعليقات المعلقتين بتوعي كتير يجوا كبار كتير. شويه، معلش اهو كده. شوف سخن شويه، وهنحط الفراخ بتاعتنا تاخد صدمه. انا حطيت الفراخ وهي بنات، بس طبعا فصلت الطاوله وانا بحطها، لان طبعا كانت الدنيا متبهدله يعني. تمام كده. نخلي الفراخ بتاعتنا تاخد لون على الجنب ده، ونقلبها على الجنب التاني، وبعدين نشوف نكمل ازاي التقليبه بتاعتها. وبحط كل البهارات بتاعتي عليها اهو كده. هو كله بقى كده. فص الثوم بتاعنا اللي هم 3 فصوص ثوم اللي احنا هنحطهم. تمام. كل ده كده عليهم كده كلها. نقلب كله كده عشان كل دي حته واحده اهو. عشان كله يتوزع ويروح كده على تمام كده. عايزه اقول لكم ريحه بقى طالعه دلوقتي مش ممكن كده. ريحه جامده جدا جدا. واروح نازله معاهم بالبصل بتاعي كله اهو. عايزه اقول لكم الاكله دي تبقى زي العسل. انا ولادي بيحبوها على فكره جدا جدا.
هحاول لما اجي اقلب اشيل واحده بواحدتها كده بصوا، عشان ايه ما يتقطعش ما اقلبش ما اقعدش اهري فيها يعني. تمام كده كله كده. تمام كده كده وتاخدها بقى اهي تشرب من البصل كده، والبصل يشرب بيها بالبهارات كده ويتمزجوا مع بعض كده. بقى انا قلبت شويه كده بالبصل بالفراخ بالدنيا كده بقت ايه زي ريحتها مش قادره اقول لكم كده. بقى بحط معلقه الصويا اهو، الصويا بتاعتي اهي، عايز تحط اكتر تحطي طبعا ماشي. الصويا حلو من الحاجات الحلوه قوي، بتخلي الطعم حلو جدا. وادي مكعب المرق بتاعي، وادي شويه الفلفل الالوان اللي انا هحطهم، والطماطمتين اللي انا قطعتهم. تمام كده. ادي الفلفل والطماطم كل الكلام ده اهو، عشان لو عايزه الصينيه تبقى بصوا صينيه فخمه زي ما بيقولوا ان شاء الله يعني. تمام. انا بس الكاميرا بتتبهدل مني. ادي صينيه الفراخ بتاعتي اهي، ما عملتش اي حاجه، انا قلبت الخضار كله مع الفراخ وبس. ادي نص كوبايه ميه، وسخنت الفرن بتاعي نص كوبايه بس كده، وسخنت الفرن. وهظبط شويه الملح، انا محتاجه شويه ملح كمان هنظبطه، وناخد الصينيه دي على الفرن ونديها بقى تستوي براحتها خالص في الفرن. وبعدين نبقى اخر لما تستوي نولع لها من فوق تاخد لون والدنيا تبقى زي الفل. تمام كده. وان شاء الله اشوفكم اول ما الصينيه بتاعتي دي تطلع من الفرن تكون خدت لون كده وبقت كويسه ان شاء الله. بصوا هتعجبكم وتبقى زي العسل كده. بس عشان الملح اللي جه عليها ده على الحتت بس اهو عشان يدوب كله اهو. عايزه اقول لكم انا اولادي بيقعدوا ياكلوا بقى بالصوص ده والخضار ده. على فكره تقدر تحط اي خضار معاها، بس انا اولادي بيحبوش اي خضار معاها. حتى لو حطيت بطاطسايه على فكره يقولوا ماما بتغير طعمها، هم متعودين على طعمها كده. تمام كده اهو. الملح بتاعنا بقى كده ايه، واللحمه والملح طبعا حسب الرغبه، كل واحد ايه يظبط ملحه زي ما بيحب. تمام. بس خلاص ادي الصينيه خلاص كده تغليت الميه بتاعتي معاها اهي. انا حطيتها نص كوبايه بس، إيه مش اكتر من كده، لان الخضار بتاعي برضو بينزل ميه، وشايفين الميه فيها كويسه وان شاء الله تستوي تبقى زي الفل. والفرن سخن هشيلها احطها على طول في الفرن اهي بعد ما غليت كده على البوتاجاز. وان شاء الله الصينيه بتاعتي تبقى عند حسن ظنكم وتعجبكم يا رب ان شاء الله. استنوني ما تروحوش في اي حته، اول ما الصينيه لما الفرن اوريها لكم على طول استنوني. ادي الصينيه بتاعتي اهي يا بنات، شايفين جمالها وحلاوتها؟ الله 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 الله. بصوا بلح زي البلح بالظبط ما شاء الله. وريحتها بقى عايزه اقول لكم قلب الدنيا والله العظيم. انا عملت جنبها شويه رز اهم على البوتاجاز محطوطين. ودي الصينيه بتاعتي اهي سيبها في الفرن طبعا لحد ما الرز بتاعي يخلص. عايز تعملي بقى طبق بطاطس جنبها ويبقى عيش وسلطه وشويه مخلل بقى ولا ايا كان مخلل، زيتون بقى، جزر، خيار زي لما يكون عندك، او ليمون بقى، يا سلام. وعيش مثلا وطبق بطاطس، يا تبقى اكله زي العسل. عملت شويه رز ابيض انا جنبها، وبرضو هيبقى جنبها عيش برضو ان شاء الله تبقى حاجه كده زي الفل. الف هنا وشفا يا رب. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.